اكتر حاجه ممكن تعطلك في الوقت دوت هو مشكله النوم اللي بيجيلك وانت بتذاكر، والمشكله دي بتحصل للي ما اشتغلش من اول السنه ولسه بادئ يشد حيله اليومين دول، وبتحصل برضه للشاطر اللي شغال صح من اول السنه. تلاقي الواحد ابتدى يستسلم لموضوع النوم ويبتدي ينام بال 12 وال 13 ساعه، ولما يبتدي يفوق يتفاجئ ان الوقت عدى. وعشان تتعامل مع المشكله دي لازم تكون فاهم ان النوم اللي بيجيلك في الوقت ده بالذات عباره عن هروب من الواقع، بمعنى ان انت بتبتدي تاخد بالك ان الامتحانات قربت وان عليك تراكمات لازم تخلصها، وحتى لو انت مخلص المواد دي اوريدي لازم تراجعها مره واتنين. تبتدي تاخد بالك من الضغوطات وان في درجه معينه لازم تجيبها او كليه معينه انت عاوز تخشها، وده بيخلي مخك يلجا انه عايز يهرب من الموقف ده، وبالتالي بتبتدي تنام او النوم بيبتدي يجيلك بسهوله جدا. عقلك الباطن بيصور لك انك بالشكل دوت بتحل المشكله، وفي الحقيقه انك بتصحى تاني يوم وتلاقي التراكمات اللي عليك زادت وميعاد الامتحان قرب كمان، والضغوطات اللي عليك ما زالت عليك وما راحتش حته، واللي بيحصل انك تبتدي تخش في اكتئاب بسبب الموضوع دوت وتلاقي نفسك بتنام تاني، وهكذا. مشكله انك نعسان وعليك النوم دي كله بيتعرض ليها في الوقت ده. الفكره ان كل واحد بيتعامل معاها بشكل مختلف، في واحد بيستسلم للموضوع دوت، وفي واحد عنده هدف، عنده حاجه معينه عايز يوصل لها. العقليه بتفرق جدا، لازم يكون عندك الشجاعه انك تواجه الضغوطات اللي عليك دلوقتي. الامتحان قرب، ايه المشكله؟ انت بتذاكر وبتعمل اللي عليك مش اكتر. لو عليك تراكمات اديك شغال وبتحاول تنجز. يعني انا مره زميل اكبر مني قال لي انا مستعد ما انامش بس اوصل للي انا عاوزه. هو مش قصده ان انت ما تنامش طبعا، هو تعبير مجازي مش اكتر، بس انت لو عندك هدف النوم الزايد عن الحد ده بالنسبه لك عطل. نام، بس نام بالقدر الكافي. بس لو انت عندك هدف وحاجه معينه عايز توصل لها هتلاقي نفسك لوحدك بتقوم تنط من على السرير عشان تشوف مصالحك. وفي كام نقطه كده هقول لك عليهم عشان نصلح المشكله دي بشكل عملي. رقم واحد، ما ينفعش تكون درجه حراره الاوضه قليله جدا، يعني ما ينفعش تشغل التكييف على اعلى حاجه. درجه الحراره القليله جدا دي هتخليك نعسان، وبرضك نفس الكلام على درجه الحراره العاليه. حاول ان المكان اللي انت قاعد فيه يكون جو كويس. حاجه كمان، الاضاءه الكويسه تفرق معاك جدا، يعني ما ينفعش تكون بتذاكر على لمبه سهاري، دي تنوم لوحدها، ما بالك انت بتذاكر، فانت اكيد هتنام. تاني حاجه، خلي معاك ازازه ميه واشرب منها كل ساعه، ما ينفعش تسمح ان جسمك يجفف، مجرد ما هيحصل كده هتلاقي نفسك تعبان وعليك النوم. تالت حاجه، حاول كل ساعه تقوم من مكانك وتتحرك، تعمل اي تمرين بسيط سويدي مثلا او ستريتشنج، عشان بس تنشط جسمك وذهنك وتخرج نفسك من حاله الخمول اللي ممكن تكون وصلت لها. رابع حاجه، وانا قلتها في فيديو قبل كده، حاول تنام بدري وتصحى بدري. ما ينفعش تكون بتذاكر سهران لحد الساعه 4 وتصحى الساعه 12 وعايز تكون فايق، يعني ده مش هيحصل. اظبط نومك ونام بالقدر الكافي، يعني ما تنامليش ساعتين ثلاثه وعايز تفضل صاحي طول اليوم. يا اما تنام ال8 ساعات بتوعك كامله بالليل، يا اما تنام 6 7 ساعات وتنام ساعتين وقت القيلوله. اخر حاجه وركز معايا قوي، ما توهمش نفسك ان عندك مشكله مرضيه، خاصه لو انت كنت كويس قبل كده والمشكله دي مش بتعاني منها. يعني ما يبقاش موضوع النوم ابتدى يظهر معاك دلوقتي وتقول انا اصلي تعبان او مش قادر او انا ممكن يكون عندي مشكله، وتبتدي توهم نفسك بالكلام دوت. هتلاقي نفسك مع الوقت مخك ابتدى يقتنع انك فعلا مش قادر ويبتدي يجيلك النوم كل شويه. اهم حاجه هقولها لك ان اكتر حاجه ممكن تفيدك في الوقت ده بالذات ان يكون عندك شويه عزيمه ويكون عندك هدف محدد، هتلاقي المشكله دي اتبخرت لوحدها واختفت.